اهلا بيكم في مطبخ التوفير مع ام محمد. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي. النهارده بقى هنحضر فطار اول يوم رمضان مع بعض بطريقه سهله وبسيطه. هنعمل مع بعض النهارده الاكله المصريه يعني كل الناس بتعملها. هنعمل مع بعض المحشي وهنعمل كمان البطايه اللي انتم شايفينها دي مع بعض. هنحضر الفطار مع بعض. يلا نشوف هنعمل ايه مع بعض. اول حاجه انا جبت البطايه، طبعا احنا كنا منضفينه مع بعض. ده البط انا مربيه في البيت، انا جايباها بقى كنت غسلاها ومنضفاها كويس. طبعا انا غسلتها برضو تاني وجبت معلقه من الملح والفلفل، فلفل الاسمر، وتبلتها بقى بالشكل ده. هعمل معاكم النهارده البط بطريقه بسيطه جدا بطريقه اهلنا زمان. البط المحشي رز بطريقه جميله جدا، سهل وسريع، اي حد هيقدر يعمله. انا عندي هنا حوالي كوبايه من الرز ده انا غسلاه كويس، مش مستوي ولا حاجه، ده رز ني. انا هحشي الرز النهارده معاكم بالبطايه بالرز الني، هيطلع طعمها جميل بطريقه اهلنا زمان. طبعا في رمضان يعني كل الناس اول يوم معظم الناس يعني بتعمل بط ومحشي، يعني ايه الاكله المصريه يعني المعتاده، فانا حبيت اعملها بقى معاكم. حطيت بقى معايا يعني بصلايه صغيره انا فرماها في الكبه، معلقه صغيره من الفلفل الاسمر ومعلقه صغيره من الملح ده على الرز بالشكل ده، واحط عليه كمان يعني ايه نص معلقه سمنه صغيره، واقلب كل ده مع بعضه. ما تقلقيش الرز هيستوي في البطايه وهيطلع طعمه جميل ومفلفل. جرب الطريقه دي، طريقه اهالينا زمان اللي كانت امهاتنا بتعملها. ودي معلقه السمنه. هقلب بقى كل ده مع بعضه كويس. طبعا يعني اول يوم رمضان ويعني ايه كل الناس بتعمل يعني ايه سفرة تكون بسيطة وكمان يكون يعني تعجب الولاد. طبعا بما اننا في شهر رمضان يعني استغلي وقفتك في المطبخ، اذكري الله وسبحي كده وادعي وصلي على رسول الله واغتنمي الفرصة كده. طبعا رمضان شهر الخير. قلبت بقى كل حاجة مع بعض، وهجيب بقى البطاية زي ما قلت انا غسلاها ومنضفاها كويس بالشكل ده، واحط بقى جواها الرز. هي الطريقة بسيطة جدا، اي حد هيقدر يعملها. ان شاء الله هعمل معاكم البط بطرق كتيرة تكون جميلة وتعجبكم بالشكل ده، بس انا حبيت النهاردة اعملها بطريقة امهاتنا يعني الطريقة البسيطة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. احط الرز، طبعا انا مش بملاها رز للاخر عشان اسيب يعني ايه مساحة ان الرز يستوي. طبعا انا بفرده بايدي في مساحة يعني هي يستوي، بشوف بايدي بالشكل ده. طبعا في فراغ كبير عشان الرز يستوي. هجيب بقى عند الورك كده واحشي هنا برضو واحط معلقة من الرز بالشكل ده، واجيب برضو في الناحية التانية واحط برضو معلقة من الرز بالشكل ده في الجزء ده عند الورك بالشكل ده. بقى كمان معلقة من الرز. بعد كده بقى هكتف البطاية. هجيب بقى يعني الرجل بالشكل ده، انا مش بقفلها بخلة ولا حاجة، انا بعملها بالطريقة البسيطة بتاعت زمان يعني. ما تخافيش رز مش هيطلع منها ولا حاجة. واجيب يعني الورك التاني بقى بالشكل ده وكده هكون قفلتها. وهجيب بقى عند الرقبة، انا طبعا قطع الرقبة بالشكل ده، هحشيها برضو هنا رز كأنك بقى بتحشي الممبار بقى بالشكل ده بايدك كده بالراحة على قد ما تاخد رز معاكي، ما تكتريش رز بحيث ان هو يستوي معاكي يكون طعمه مفلفل وجميل. ده شكلها بعد ما حشيتها بقى بالشكل ده والرز بالشكل ده. شوف بقى هنسويها مع بعض ازاي. عندي هنا بقى ميه سخنه بتغلي في اكبر حله عندك، حطي فيها البطايه، حطي بقى الرقبه والراس بتاعتها. وعندي بقى طماطمايه وجزرايه صغيره، وعندي كمان دي بصلايه مفرومه انا هحط عليها نص معلقه من الفلفل الاسمر ومقلباها فيها. جربي الطريقه دي بدل ما تحطي البصله تكون سليمه، اضربيها في الكبه كده ناعم او خرطيها على ايدك وقلبها مع نص معلقه فلفل اسمر، هتخلي ريحه الشوربه عندك جميله ويعني ايه ما تخفيش ريحه زفاره ولا حاجه. وبعدين كده هظبط بقى الملح. انا ما بحبش احط ولا لورا وحبهان في البط يعني عندي ما بحبوش. انت لو بحبه عندك ممكن تحطي فص حبهان ورق لورا بالشكل ده. واحط كمان نص معلقه من السبع بهارات بس انا نسيت بقى ورجعت حطيتها تاني. بدأت تغلي بقى معايا بالشكل ده. لو في ريم ولا اي حاجه هشيله. اول ما تغلي هدي عليها النار واسيبها بقى لحد ما تستوي براحتها بقى. يلا نشوف هنعمل ايه مع بعض تاني.
عندي بقى هنا حلة على البوتاجاز فيها مية بتغلي، احط بقى فيها نص معلقة من الملح. هعمل معاكم النهاردة محشي ورق العنب. مية بتغلي بالشكل ده. عندي ورق العنب ده انا كنت مفرزاه، انا مش شارياه يعني. انا لما يكون موسم الحاجة زي ورق العنب، البسل، اي حاجة في موسم تخزينها انا بخزنها. ده كان عندي في الفريزر. انا ما بشتريش الحاجة يعني، لما بكون يعني في موسمها بحب اخزنها. هيبقى ورق عنب بقى بالشكل ده، واحط كمان يبقى الحبة الباقيين. ده حوالي نص كيلو من ورق العنب. انا مفرزان يعني ايه، مش سلقاه ولا حاجة، لفاه زي ما انتوا شايفينه كده. هو بيستوي بيكون جميل كأنك لسه جايباه. هسيبه بقى لحد بقى ما يتسلق معايا كأنك بتسلقيه عادي يعني، بس ما يعني ايه متخلوش يستوي قوي عشان كان في الفريزر يعني. بالشكل ده بدأ يستوي بقى معايا. هطلعه بقى، شايفين شكله كأنك لسه جايباه. زي ما قلت انا بشتري الحاجة واخزنها يعني في وقتها. بالشكل ده استوى بقى معايا. هطلعه بقى في طبق واغسله بقى بالمية تاني وارصه بقى في صينية بالشكل ده. احطه بقى في الطبق، اطلع بايدي الكمية واغسلهم بقى غسلة كويسة وارصهم بقى في صينية بحيث يسهل عليا لما اجي اعمل المحشي يعني. ده شكله بعد ما غسلته بقى وصفيته. شايفين شكله مستوي بجد وجميل كأنك لسه جايباه دلوقتي من السوق. انا بحب اخزنه زي ما قلت بالشكل ده. وعندي هنا بقى برضو ميه دافيه بس مش مغليه، يا دوبها سخنه. واحط بقى فيها كيس كرنب انا مخزناه. ده كرنب عادي انا كنت سلقاه نص سلقه وحاطاه في الفريزر. الميه عندي هنا مش سخنه خالص، هي يا دوبها دافيه. وهدي النار واسيب بقى فيها ورق الكرنب لحد ما يفك معايا. هتلاقيه مثلا مش هيتهري منك ولا حاجه، بس ما تيجي تعملي محشي مش هيجلد منك وكأنك لسه جايباه فريش يعني. جربي الطريقه دي بجد لو انت مخزنه كرنب بتحس ان هو طعمه بيغير معاكي او بيجلد. هاتي بقى طلعي الكيس مجمد من الفريزر وحطي ميه على البوتاجاز، ميه دافيه خالص ما فيهاش حاجه يعني ولا ملح ولا اي حاجه. وهدي عليها النار وسيبيه لحد ما يفك فيها بجد واشطفيه شطفه. هتحشيه كأنك لسه عاملاه جايباه فريش دلوقتي. جربي الطريقه دي بجد هتعجبك جدا بالشكل ده. ده بقى شكله بعد ما شطفته. شايفين شكله عامل ازاي كأني لسه جايبه الكرنب وسلقاه. الطريقه دي بجد جميله جدا، جربوها هتعجبك. دلوقتي بقى هنحضر بقى تسبيكه المحشي بقى، خلطة المحشي. عندي بقى هنا صينية. طبعا انا كنت هنا ناسية ايد الفلاش خالص بالشكل ده عشان الاضاءة متغيرة. حطي بقى معلقتين كبار من الزيت او 3 معالق حسب كمية المحشي اللي انت عاملاها بالشكل ده. وهتسيبي الزيت يسخن كويس بالشكل ده. واحط بقى هنا ايه، عندي بصل مفروم. انا فرمه بقى بصل في الكبة. هنا بقى الفلاش بتاع التليفون فالاضاءة يعني ايه اتعدلت شوية. طبعا المحشي بحب البصل. انا فرماه ناعم بالشكل ده، ممكن تخرطيه على ايدك يعني، بس انا حبيت اسهل على نفسي يعني اول يوم صيام وكده ففرمته في الكبه. هفضل بقى اقلب في البصل لحد بقى ما يتحمر معايا. عشان شايفين طريقه المحشي بسيطه جدا بالشكل ده. جبت بقى كيسين بقى من الصلصه انا مفرزاها برضو. التفريزات بتنفع يا جماعه برضو، انا فرزت معاكم الصلصه قبل كده وعملت معاكم حاجات كتير. اقلب بقى الصلصه بالشكل ده بعد ما البصل اتحمر بالشكل ده. واسيبها بقى لحد ما تفك بقى مع البصل بالشكل ده. حطي بقى عليها التوابل دلوقتي. حطي بقى الملح. هظبط بقى الملح، حاولي ما تزوديش ملح عشان الاكل ما يطلعش مالح منك يعني، احنا في صيام وكده. حطيت بقى الملح وحطي بقى معلقه من الفلفل الاسمر، معلقه كبيره من السبع بهارات. زي ما قلت الطريقه بسيطه جدا اي حد هيقدر يعملها. لو انتي مبتدئه في المطبخ عايز تعملي محشي والفطار بجد هتعمليه بكل سهوله بالشكل ده. وهقلبها بقى. عم اغسل بقى الرز يعني تكون هي غلت غلوه، تكون سخنت. طبعا هي متسبكه بالشكل ده. مش عارفه الاضاءه يعني جايباها لونها يعني ايه مش غامق ليه، بس الصلصه لونها احمر وجميل، بس ده يعني من الاضاءه. هسيبها بقى تغلي بقى بالشكل ده. ويكون عندي غسله الرز بقى. اعملي كميه الرز حسب المحشي بقى اللي عندي. كان عامله نص كيلو من ورق العنب وعامله كمان يعني كرنب فعامله كميه. هقلب بقى بالشكل ده. انا بحب اشوح الرز مع الصلصه بالشكل ده وهي على البوتاجاز.
بس انا مش بسوي انا مجرد تشويحة بس، بحيث لو الرز فيه مية ولا حاجة بالشكل ده. طبعا انا مهديه النار في الوقت ده. بعد كده بطفي بعد ما قلبتها طبعا نص تقليبه. بقى عندي الخضره بقدونس بقى وشبت، انا غسلاهم ومخرطاهم. هقلب بقى كل ده مع بعضه بالشكل ده. عندي بقى هنا الحله بقى اللي هحشي فيها بقى المحشي ورق العنب. عندي بقى هنا طماطميتين انا مقطعاهم، بصلايه صغيره، وعندي ليمونيه. انا بحب افرش في المحشي الورق العنب يعني الخضار من تحت. احط بقى الليمون بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهبدأ بقى بعد كده احشي بقى المحشي. الخضار ده بيكون طعمه جميل جدا، والليمون بقى والبصل والطماطم بالشكل ده. هبدأ بعد كده احشي في المحشي بقى. هجيب بقى ورق العنب، عندي هنا طبق بقى انا فردت فيه كام ورقة من ورقة العنب يعني. حطيت فيها نص معلقة من الرز حسب يعني الرز حسب مقدار الورقة. وهاتي الجناب بقى بالشكل ده. طبعا هي لفة طريقته بسيطة بالشكل ده. انا هعمل معاكم كام واحدة بعد كده بقى اقعد في الارض بقى واعمله، يعني مش هقدر اعمله كله وانا واقفة بالشكل ده. انا بتني الجناب وابدأ الف بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ده شكل الصباع. هرصه بقى في الحلة. اعمل بقى كمان معاكم. اتني الجناب طبعا ما تكتريش رز بحيث المحشي يستوي يطلع معاكم مفلفل وجميل. يعني الرز حسب حجم الورقة عندك، كبيرة صغيرة. طبعا ورق العنب بيكون بيختلف في كبير وفي صغير حسب يعني ايه المتوفر عندك. وبرمي بقى بالشكل ده. لفي بالشكل ده. ظبطي بقى الورقة لو فيها حاجة ورصي بقى في الحلة بالشكل اللي انت شايفاه ده. هعمل الباقي بقى بنفس الطريقة. عندي هنا بقى محشي الكرنب بقى هنعمله مع بعض. جبت الورق بقى بالشكل ده، جبت ورقة فرشتها في الأرضية بالشكل ده لونها غامق شوية. لف بقى الصباع. شايفين ورق الكرنب كأنك لسه يعني جايباه وسلقاه مش مطلعاه من الفريزر. جربوا الطريقة دي بقى هتعجبك جدا. هلف بقى الصباع المحشي بقى بالشكل ده. طبعا مبكترش رز بالشكل اللي انتوا شايفينه ده لحد ما اخلص بقى كل الكمية. ده شكل بقى ورق العنب بعد ما خلصت كل الكمية، نص كيلو ما شاء الله عامل معايا يعني. جبت بقى ليمونيه وقطعتها بالشكل. طبعا غسلتها كويس. دلوقتي بقى هسقيه بقى بشوربة بقى البط. طبعا انا ما بكترش شوربة بالشكل ده. هز بقى الحلة يعني بالشكل ده. شايفين مقدار الشوربة ده المقدار المظبوط بحيث الرز يطلع معاك مفلفل ما يكونش معجن يعني. وعندي بقى محشي يعني الكرنب انا برضو عملته خلصته كله. وعملت كمان قرنين فلفل يعني بيخلوا طعم الكرنب حلو وريحته جميل وهو بيستوي بالشكل ده. واحط بقى مقدار الشوربة زي ما قلت انا ما بكترش شوربة. لازم خطوة اهز بقى الحلة دي، يعني احرك الحلة بالشكل ده بحيث اشوف مستوى المية يعني. هنا عندي عايزة بقى شوية يعني شوربة كمان فهزود لها حبة صغيرين واحطهم بقى على البوتاجاز يستووا. اول ما يغلوا معايا يعني ايه اول ما يغلي معايا بالشكل ده هخلي النار بقى متوسطة واغطيه عليه بقى واسيبه لحد ما يستوي برضو ورق العنب. وبعد كده هدي عليه النار واتابعه يعني مش هسيبه يعني مش انا احطه وانساه. دلوقتي بقى اعمل محشي يستوي بقى. هنعمل بقى معاكم صينيه كنافه بطريقه بسيطه برضو بطريقه اهلنا زمان. الكنافه العاديه اللي كانوا بيعملوها لنا. جبت نص كيلو من الكنافه وجمدته شويه في الفريزر بحيث اعرف يعني يعني اهريها بالشكل ده يعني. فتتها بقى بالشكل ده. وعندي بقى هنا كوبايه من السمنه، اي نوع سمنه عندك بالشكل ده. وهقلب بقى السمنه مع الكنافه كويس بحيث كل الكنافه يعني ايه يعني تتقلب في السمنه. انا هعملها بايدي بقى بالشكل ده. انا عايزه كل الكنافه بقى تتغلف في السمنه. انا هعملها معاكم بحشوه بسيطه جدا زي ما كانت امهاتنا بتعملها معانا زمان الطريقه البسيطه. انا بعد ما قلبتها في السمنه بقى بالشكل ده هجيب بقى صينيه. انا هدهنها دهنه كويسه برضو من السمنه. الكنافه برضو بتحب السمنه بحيث تطلع معاكي مقرمشه وجميله. هدهن بقى الصينيه واجيب بقى نص كميه بقى الكنافه
وافردها بقى في الصينيه. انا ما بحبش احط سكر بودرة على الكنافه، انا بكتفي بقى بالشربات بس يعني. هفرد بقى اصل الكنافه بقى بايدي بقى في الصينيه بالشكل ده، حوالي بقى نص الكميه بالشكل ده. هعملها بقى بايدي وافردها بقى كويس بحيث تتماسك معايا في الصينيه يعني بالشكل اللي انتوا شايفينه. انا بعملها بايدي بقى بالشكل ده. لو عندك صينيه اصغر منها ممكن تعملي بيها بالشكل ده. هنجيب بقى معاكم الحشو بقى زي ما قلت، وحشو بسيط زي ما كانت امهاتنا بتعملها زمان يعني. عندي هنا بقى بوله فاضيه هحط فيها حوالي يعني ايه معلقتين كبار و3 معالق كبار من السوداني. انا جايباه وضربته يعني في الكبه يعني لحد بقى ما ناعم معايا بالشكل ده يعني، فيه يعني ايه قطع صغيره. واحط عليه كمان حوالي معلقتين او 3 معالق كبار من جوز الهند. زي ما قلت الحشوه هي بسيطه جدا بالشكل ده. واحط عليه كمان معلقه من الزبيب. انا ما بكترش زبيب بس الولاد عندي بيحبوه بالشكل ده. هقلب بقى كل ده مع بعضه. زي ما قلت حشوة اقتصادية جدا، اي حد هيقدر يعملها بطريقة بسيطة برضو جدا. وعندي هنا عسل بقى ده بتاع شربات الكنافة، انا زودت كمان معلقة من السوداني. واقلب كل ده مع بعض. وطبعا انا عاملة الشربات ومجهزاه من قبل رمضان، كنت عملت معاكم قبل كده. كنت عاملة حوالي 2 كيلو من السكر وحطاهم بقى في التلاجة. هجيب بقى معلقتين كبار بقى من شربات الكنافة واقلبهم بقى في الخلطة دي بحيث تطلع الخلطة معايا متماسكة بالشكل ده. لو هتعملي الشربات ممكن يعني تجيبي 3 كوبايات من السكر وعليهم 2.5 من الميه وخليهم يغلوا غلوه، وحطي عليهم مع نص عصير ليمونه حوالي يعني ايه حوالي 7 دقايق كده، واطفي عليهم وسيبيه لحد ما يهدى. بس انا كنت مجهزاه قبل رمضان معاكم، كنت منزله الفيديو برضو معاكم. هفرد بقى الحشو بقى في الصينيه، فردتها بقى بالشكل ده. وهجيب بقى بقيه كميه الكنافه وافردها بقى كويس بالشكل ده. هفردها بقى كويس. ده شكلها بعد ما فردتها. انا بقى هدخلها بقى الفرن تستوي بعد كده نشوفها مع بعض. ده شكلها بعد ما استوت. عندي بقى الشربات اللي كنت عاملاه معاكم، طلعت بقى برطمان من التلاجة واحط عليه بقى مع يعني ايه لو عندي كيس فانيليا حطي، انا بحب الفانيليا السايله فاحط كام نقطه كده بتخلي ريحتها جميله. طبعا الشربات طبعا في التلاجة بارد والكنافه سخنه. هسقيها بقى معاكم بالشربات بالشكل ده واسيبها بقى لحد ما تبرد ونقطعها مع بعض. ده شكل بقى البطة بعد ما استوت. طبعا هي استوت مني يعني زيادة بالشكل ده. عندي بقى معلقة من الصلصة، صلصة بيتي انا عاملاها. انا بقى مش هحمرها، انا ادخلها الفرن هتديها طعم جميل جدا. حط بقى معلقة من الفلفل الاسمر بالشكل ده على معلقة الصلصة، معلقة من البابريكا. جربي الطريقة دي بجد، تعملي الطريقة دي مع البط هتديكي طعمه جميل جدا كأنه طعم المشوي كده في الفرن. واقلب كل ده مع بعضه كويس وادهن بيه بقى البطايه وادخلها بقى الفرن تتحمر بقى معايا، يكون بجد شكلها وطعمها بجد جميل جدا. جربي الطريقه دي جدا هتعجبك الطريقه دي. هدهنها بقى بالشكل ده وادخلها بقى الفرن تتحمر معايا ونشوفها بعد ما تستوي بقى مع بعض. ده شكل بقى الاكل بعد ما استوى. شايفين شكل البطايه عامل ازاي ومحشي ورق عنب بجد جميل جدا. وعملت كمان لسان العصفور مع الشوربه وكمان طبق سلطه. هي سفره بسيطه جدا. شايفين شكلها، شايفين شكل المحشي الكرنب مفلفل وجميل، والبطايه بجد شكلها جميل جدا. ده فطارنا، كل سنه وانتم طيبين. فطارنا البسيط. اتمنى لو يعني ايه لو عجب الفيديو تنورني بالقناه بالاشتراك. وهوريكي بقى مع بعض بقى الكنافه نشوفها هنقطعها مع بعض. ده شكل الكنافه دلوقتي هنقطعها مع بعض، بس هنا بقى كان النور قطع فقطعتها يعني على اضاءة التليفون بالشكل ده. هقطعها. ده شكلها بعد ما تقطع مقرمشه وجميله جدا. جربوها بجد طريقه تعجبكم. كل سنه وانتم طيبين.